بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، ايه رأيكم كده النهاردة في اكلتنا الحلوة الجميلة؟ ما خدتش مننا ساعة، ما كملتش ساعة معانا. ده غدانا النهاردة، ايه رأيكم فيه وايه رأيكم في حلاوته؟ هنقول ايه؟ يلا بينا هنخش على مطبخ خبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ خبير وماما على الفيس وعلى التيك توك، ونشوف كل جديد ونشوف عملنا الاكل الحلو ده ازاي. يبقى يلا بينا على المطبخ. حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وهنا وسعادة وكل حاجة وكل ايامكم حلوة يا رب العالمين. بصوا كده يا جماعة، صلوا على النبي. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ انا هنا في كل حلة من الحلل دي حاطة حتة ليا صغيرة هتسيح زي ما انتم شايفين كده معانا. بصوا هنا دي حاطة حتة هعمل بامية ويكا، وهنا حاطة حتة هعمل فاصوليا بيضة، وهنا هعمل بامية بالصلصة. بس ايه تسيح شويه وهوريكم هعمل ايه. طبعا انا قايله لكم كذا مره احنا عندنا، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، الصلصه بجهزها على طول. هنا معايا ده البصل، دي الشوربه بتغلي اهي. ماشي، ودي هنا كده بسم الله ما شاء الله. بصوا استنى، بتاعت الباميه الوكا دي هقفل عليها عشان هوريكم ايه حاجه، بس نحط ايه شويه صغيره كده. بصوا بقى يا قلبي، هنا انا عندي دي الصلصه بالبصل اهي مجهزاها واحطها في الفريزر. هاخد هنا شويه دي للباميه وهنا للفاصوليا. يعتبر اكلتنا خلص يعني. بصوا ان احنا بنعمله ده كده يعتبر اكلنا خالص. ادي متسبكه وفيها التوابل بتاعتها وفيها كل حاجه وفيها التومه وفيها البصل. نيجي هنا هاخد شويه شوربه كده اهو، ناخد شويه شوربه ونقلبها بالمنظر ده. دي هنا هحط كيس الباميه وهوريه لكم. ماشي، هنا اللحمه تستوي براحتها، وهنا الفاصوليا. اهم حاجه يا جماعه الفاصوليا البيضه نحط لها هنا برضو اهو. اهم شيء بقى الفاصوليا البيضه، بس عشان يكون عندكم علم، هي واللوبيا لازم تتسلق كويس جدا اهو. بس كده هحط برضو شويه هنا كده عشان هوريكم هعمل ايه. انا طفيت على دي. بصوا بقى الفاصوليا البيضه لازم تستوي. الفاصوليا البيضه لما استوتش كويس جدا وتحسي ان هي استوت وتحطيها في قلب الصلصه، ان شاء الله تغليها 100 يوم مش هتستوي. لازم تستوي كده لوحديها الاول، هتجنزر معاكي قوي ومش هتبقى حلوه. عشان كده لازم نسويها كويس قوي قوي قوي. ماشي اهو، هوريكم بقى ثواني. بصوا يا قلبي، دي بتاعت الباميه الويكا، حطيت واحده مرقه. ماشي، شويه من الكزبره زي الملوخيه بالظبط الخضراء. ده هنا بقى تفرق، ده الثوم اللي هو بالفلفل اللي هو اللي احنا عاملينه. هاخد شويه كده اهي وكله مع بعضه بالمنظر ده اهو. بس هناخد عليها شويه شوربه وهنحط الباميه تاخد غلوه بقى كده، ونحط الباميه فيها ونعمل لها طشه زي طشه الملوخيه. دي الباميه الويكا، لان ناس كتيره قوي سالوني وبعتولي على الخاص وناس حبايبي الباميه الويكا بنعملها ازاي. اسمها ايه تاني؟ اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. الخبيزه تتعمل ازاي؟ احنا كده ناخد شوربتنا وايه ونوطي على اللحمه براحتها تستوي بقى اهو. ماشي كده بقى، اغطي اللحمه، انا مش عايزه شوربه تاني دلوقتي، اغطي عليها بقى شويه واسيبها كده مع بعضها. نجيب الباميه اوريها لكم. ادي الباميه بتلجها متلجينها اهي، نحطها كده تطلع على طول من الفريزر عليها علشان ما تسودش منك. مفتش اي حاجه اهي خلاص. تستوي بقى ايه براحتها. وادي كيس الباميه اللي هي السليمه هنحطها هنا. انا قفلت بقى ايه، ما نغطيش الباميه يا جماعه عشان ما تسودش منك وتتهري. تطلع من التلج كده وبعدين تطلع بالتلج، تتحط بالتلج ما تسيبهاش تفك. لو سبتيها تفك هتسود منك برضو. ماشي، بتلجها على طول تحطيها. انا هنا كده الفاصوليا تستوي احطها. قفلت على بتاعه الفاصوليا اهي. ادي الباميه هنا اهي، بس مش هقلب بقى تاني كده. خلاص خلصنا. هجيب بقى مكان الفاصوليا هجيب ايه، ادي الباميه هنا برضو
تستوي بقى براحتها. هجيب هنا بقى اعمل الرز، واجي هنا الفاصوليا اهي. ماشي، يعني بص احنا خلصنا اكلتنا وخلصنا كل حاجه في مينت يعني. يا رب يا رب كده يكون كل وصفاتنا تعجبكم يا رب العالمين. بصوا حبايب قلبي كده خلاص، هعمل الطشه بس عليها. ماشي، بس مجرد الطشه احطها عليها وتبقى هي خلصت. وادي الباميه هنا بصوا خلصت اهو، اللحمه بتكمل سواها وحطها فيها. وهنا طلعت اهو الفاصوليا البيضاء استوت، حطيتها اهي تاخد مع بعضيها. هنا الرز، ادي الرز اهو عشان النور هيقطع اهو مع بعض. بصوا، ونحط شويه ملح صغيره على الشعريه وهي بتتعمل علشان خاطر ما تتلساش مننا وتبقى واحده بواحده، يبقى اللون كله كده مع بعضه شبه بعض اهو. ماشي، عشان النور لو قطع، لان النور هيقطع دلوقتي. انا هطش بقى دلوقتي، هحط بقى ميه الرز، هطش الباميه وهغرف وهوريكم. ويا رب بقى ما يكون قطعت. وعندي طبق ملوخيه هحط جنب الاكل ده كله. خليكم بقى معايا ونشوف كل حاجه حلوه. حبايب قلبي خلصنا الاكل اهوت. بصوا الباميه باللحمه ولا الرز ولا الباميه الويكه والشوربه. وهنا دي الفاصوليا البيضه باللحمه. كان عندنا طبق ملوخيه حطيته. ايه رايكم في السفره الجميله بتاعتنا النهارده؟ يا رب كده تكون عجبتكم. وصفه سهله وبسيطه، كل حاجه في البيت موجوده بتسهل عليكي كل شيء. يا رب كده نشوفكم في الهنا والسعاده. وتحياتي مطبخ عبير وماما على اليوتيوب، مطبخ عبير وماما على الفيس وعلى التيك توك. ونشوفكم في الهنا وفي الخير، ونشوفكم في كل جديد. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.